المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرتي، نستهلها بالعناوين. فخامة رئيس أفريقيا يتوجه إلى مصر في زيارة رسمية. البلاد تحيي اليوم العالمي للبيئة. العداء الإرتري ناهو ميرمياس يتوج بماراثون أسمر 2026. الصين تصعد قرب تايوان بعد تحرك ياباني فلبيني. تحذير أمريكي جديد لأوروبا في ذكرى إنزال النورماندي. وأوبك بلاس يتجه لإقرار زيادة جديدة في إنتاج النفط. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. توجه فخامة الرئيس أفورقي بعد الظهر اليوم 7 يونيو إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية. وخلال زيارته التي تمتد حتى يوم الأربعاء 10 يونيو سيجري الرئيس محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول العلاقات الثنائية والمجالات الاقتصادية وغيرها، بالإضافة إلى قضايا القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر والشرق الأوسط. وقد رافق الرئيس أفورقي وزير الخارجية السيد عثمان صالح. تم الاحتفال في 5 يونيو في أسمرة باليوم العالمي للبيئة على مستوى البلاد تحت شعار المشاركة الواعية العملية لطلاب الشباب للتخفيف من عواقب تغير المناخ. وقال وزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تسفاي جبر سلاسي في المناسبة التي حضرها المسؤولون في الحكومة والجبهة وممثلي منظمات الأمم المتحدة في إريتريا، قال إنه ينبغي على طلاب الشباب فهم عواقب تغير المناخ والعمل على استعادة البيئة المتدهورة، وحثهم على القيام بدور رائد في ضمان السلامة البيئية. وأوضح بأن تغير المناخ في جميع أنحاء العالم ناتج عن تدخل الإنسان في البيئة، مضيفا أنه ينبغي زيادة دور ومساهمة المجتمع بأكمله وخاصة الشباب لتغيير هذا الوضع. وقالت السيدة نشيدة ساتار ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إريتريا وعضو مكتب منظمة الأغذية والزراعة في إريتريا السيد سيوم تعميم، قال إن استثمارات إريتريا في التشجير وحفظ المياه والتربة وإدارة الموارد الطبيعية المجتمعية تحقق نتائج فعالة على أرض الواقع. هذا وقدم الخبراء أوراق بحثية حول تغير المناخ وعواقبه على الصعيدين العالمي والوطني، بالإضافة إلى نتائج الطلاب في مجال تطوير أنشطة الحفاظ على المياه والتربة. تخلل البرنامج عروض فنية عكست المناسبة، كما تم منح جوائز للفائزين في مسابقة المعلومات العامة التي أقيمت بين طلاب المدارس الثانوية. يحتفل باليوم العالمي للبيئة في 5 يونيو، وقد تم الاحتفال به عالميا عام 1973 بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1972. عقدت مؤسسة التأمينات الوطنية معها الدوري السنوي العام 22 للمساهمين في فندق أسمر بالاس يوم 6 يونيو. وأوضح المدير العام بالإنابة السيد باولو استخلاب بأن حوادث عام 2025 تسببت بخسائر بلغت حوالي 43 مليون نقفة للأفراد والشركات المؤمن عليها. وذكر بأن دخل مؤسسة التأمينات الوطنية بلغ 321 مليون، وتحقيق الربح 91 مليون نقفة من بيع خدمات التأمين، مشيرا إلى اقتراح مجلس الإدارة على توزيع أرباح بقيمة 83 مليون نقفة على المساهمين. وقال إن التأمين الجماعي على الحياة ازداد بنسبة 16% منذ عام 2024، وهو ما يمثل من 10 إلى 11% من إجمالي إيرادات الشركة. وقال رئيس مجلس الإدارة السيد جبر برهان محرتاب إن التأمين ينقذ المواطنين والمؤسسات من الخسائر الناجمة عن الحوادث الخارجة عن السيطرة، مما يجعلهم يشعرون بالأمان ويخفف من حالة عدم الاستقرار ويسهل الأعمال التجارية ويحفز الادخار والاستثمار ويقلل من الأضرار التي لحقت بالضحايا ويزيد من إيرادات الحكومة في شكل ضرائب وغيرها.
وأضاف أن الاجتماع مهم للمساهمين للتشاور واتخاذ القرارات. اقترح المشاركون تكثيف أنشطة التوعية العامة للحد من الحوادث وتحديد القطاعات غير المستكشفة وتقييم فعالية المشاريع التي تنفذها المؤسسة بشكل صحيح. وقد صادق الاجتماع في النهاية على قرارات وتوصيات من 6 نقاط، ووافق على دفع أرباح بقيمة 83 مليون نقفة للمساهمين بمعدل 8 نقفة للسهم الواحد. اختتمت اليوم 7 من يونيو فعاليات النسخة 7 من ماراثون أسمر 2026 بفوز العداء ناهوم إرمياس من نادي إقليم القشبركة. وشهد ماراثون أسمر 2026 الذي تضمن سباقات الماراثون للرجال ونصف الماراثون للسيدات وألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى سباق جري مشترك للجمهور مشاركة رياضيين من كينيا وجنوب السودان وأوغندا. وقد توج ناهوم إرمياس الفائز بماراثون أسمر في نسختيه لعامي 2023 و 2025 بالمركز الأول بزمن قدره 2 ساعة و16 دقيقة و22 ثانية. واحتل العداء الأولمبي عقبة كبرى من نادي الإقليم الأوسط المركز الثاني، بينما احتل العداء الأولمبي عقبة إتساقاي من نادي دندن وزارة الدفاع المركز الثالث في ماراثون أسمر 2026 الذي نظمه الاتحاد الوطني الإريتري لألعاب القوى. وتحصل أصحاب المراكز الثلاثة على ما مجموعه 12,000 دولار موزعة حسب مراكزهم. وفي سباق نصف الماراثون للسيدات احتلت العداءة الأولمبية نازريت والدو من نادي إقليم القشبركة المركز الأول، والعداءة الأولمبية دولتشي تسفو من نادي دندن وزارة الدفاع المركز الثاني، والعداءة سمرة مرهوي من نادي دندن وزارة الدفاع أيضا المركز الثالث. وحصلنا على ما مجموعه 52,000 نقفة. في مسابقة ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة والتي قسمت إلى فئتين، فاز الرياضيون ذوي الاحتياجات الخاصة تيدروس أرجاي ويوناس هيلو وبيتروس ساميل من فئة إصابات العمود الفقري. وفي فئة إصابات الأطراف احتل الرياضيون البارالمبيون تصفهي والتخلي وإبراهيم محمد ودرار عقبة مريم المراكز الثلاثة الأولى على التوالي، وحصلوا على مبلغ إجمالي قدره 13,000 نقفة. وفي الختام تم تقديم جوائز وشهادات تقدير لأولئك الذين ساهموا في نجاح ماراثون أسمر. أقيم عرض أزياء وغناء جماعي بتنظيم من مفوضية الثقافة والريادة يوم 5 و6 من يونيو في أسمرة. وفي حديثه خلال عرض الغناء الجماعي الذي حضره مفوض مفوضية الثقافة والريادة السفير زمد التخلف 5 من يونيو بقاعة السينما أسمرة، قال ممثل قسم الثقافة والريادة بالإقليم الأوسط السيد ملس نجوسي إن المؤدين في العروض التي صاحبتها فنيات الأوبرا كانوا طلابا شبابا من المدارس المتوسطة والثانوية. وتضم فرقة الغناء التي قدمت العرض وتأسست عام 2018 تحت مظلة جمعية الموسيقيين الإريتريين حوالي 50 طالبا من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية. وفي الوقت نفسه أقيم بقاعة فندق أسمر إمباسويرا عرض أزياء يعكس تنوعنا والجمال الكامل فيه في 6 من يونيو، ضم مصممين وعارضات أزياء تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 25 عاما. ومن جانبه وبعد أن أشار إلى أن ثقافتنا هي أصل هويتنا، قال رئيس الجمعية الوطنية للمصممين والعارضين في إريتريا السيد أبراهام سلطان إن الجمعية تقدم مثل هذا العرض للمرة 11. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي أطلقت الصين عملية بحرية وصفتها بأنها خاصة لإنفاذ القانون في المياه الواقعة شرق تايوان، في خطوة جاءت عقب إعلان اليابان والفلبين بدء محادثات رسمية لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن وزارة النقل الصينية حشدت
قوات من الشرطة البحرية التابعة لمقاطعتي فوجيان وغواندونغ لتنفيذ العملية في المياه الشرقية لتايوان، معتبرة الخطوة إجراء ضروريا ردا على ما وصفته بكين بالإعلان الأحادي من طوكيو ومانيلا بشأن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية. وكانت اليابان والفلبين أعلنتا الشهر الماضي عزمهما بدء مفاوضات رسمية لترسيم المنطقة الأوساطية الخالصة والجرف القاري بين البلدين، ما أثار اعتراضا حادا من الصين التي اعتبرت المحادثات غير قانونية، مؤكدة أحقيتها الحصرية بالمياه المحاذية لتايوان. وفي رد مباشر على التحرك الصيني، أعلن خفر السواحل التايواني إرسال سفن إلى المنطقة للرد بالشكل المناسب على العملية الصينية، معتبرا أنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي. هاجم وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أوروبا بسبب ما وصفه بأنه غزو قادم من البحر في انتقاد لسياسات الهجرة في القارة خلال مراسم إحياء ذكرى إنزال الحلفاء في نورماندي بشمال فرنسا في الحرب العالمية الثانية. وتعكس تصريحاته انتقادات دأبت إدارة الرئيس دونالد ترامب على توجيهها لأوروبا، معتبرة أن القارة تعاني ضعفا في الدفاعات وعجزا عن التعامل مع ملف الهجرة وتعقيدات بيروقراطية ورقابة على أصوات أقصى اليمين والتيارات القومية لمنعها من الوصول إلى السلطة. وجاءت تصريحات هيكسيث خلال إحياء الذكرى 82 لعمليات إنزال الحلفاء في نورماندي، حين عبرت القوات الأمريكية والحليفة القناة الجنيزية لبدء تحرير أوروبا الغربية من الاحتلال النازي. نقلت رويترز عن 3 مصادر في تحالف أوبك بلاس قولها إن التكتل يتجه للموافقة على ربع زيادة في أهداف إنتاج النفط خلال 4 أشهر متتالية، رغم أن الحرب الأمريكية مع إيران لا تزال تعوق قدرة عدد من أعضاء التحالف على ضخ المزيد من النفط الخام. ورجحت المصادر أن يرفع الأعضاء ال7 أهداف الإنتاج بنحو 288 ألف برميل يوميا اعتبارا من يوليو، وتماثل هذه الزيادة تلك التي تم إقرارها ليونيو في أعقاب خروج الإمارات. وقلصت الحرب تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى أكبر أزمة عالمية في الإمدادات في ظل عجز الدول الرئيسية داخل التحالف مثل السعودية عن تلبية طلبات عملائها بالكامل منذ نهاية فبراير الماضي. ورفع 7 من الأعضاء الأساسيين في تحالف أوبك بلاس الذي يضم منظمة أوبك وشركاء منهم روسيا حصص إنتاجهم بين أبريل ويونيو بنحو 600 ألف برميل يوميا. التقى نائب الرئيس الصيني هان تشانغ بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرغ. وقال هان أن الصين على استعداد للعمل مع روسيا لتنفيذ هذه التوافقات المهمة على نحو جيد، ومواصلة ترسيخ الثقافة السياسية المتبادلة وتوسيع نطاق التعاون العملي، وكذلك تعزيز التنسيق الدولي وإثراء مضامين العلاقات الثنائية بشكل مستمر. وأكد أن الصين تتطلع لتوطيد التنسيق مع روسيا لتعزيز نظام حوكمة عالمية أكثر عدلا وإنصافا. ومن جانبه قال بوتين إن العلاقات الروسية الصينية بلغت مستوى عال غير مسبوق، وأضاف أنه أجرى خلال زيارته الناجحة الأخيرة للصين تبادلات معمقة للآراء مع شي حول مجموعة واسعة من المواضيع، وحددا الاتجاه المستقبلي للتعاون الثنائي. ختاما لنشرة هذا المساء إليكم أبرز ما جاء فيها. فخامة الرئيس أفورقي يتوجه إلى مصر في زيارة رسمية. البلاد تحيي اليوم العالمي للبيئة. العداء الإرتري ناهوم إرمياس يتوج بماراثون أسمر 2026. الصين تساعد قرب تايوان بعد تحرك ياباني فلبيني. تحذير أمريكي جديد لأوروبا في ذكرى إنزال النورماند.
وأوبك بلاس يتجه لإقرار زيادة جديدة في إنتاج النفط. هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله. ما خلنا الدل